السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نعمل مع بعض وصفة الدولمة بالفلفل الأخضر بذوق العصبان. نجوزو كما تعودنا المقادير وطريقة التحضير. نشدو هنايا 3 ريسان تاع فلفل، يعني على حساب العائلة، وشنو نخيروهم شوية خشان ويكونوا هكذايا شوية كبار. كما شفتوا نهبطوا ب1 سنتيمتر ونجوز كامل ندور عليهم بالموس، بعد ندور هذاك الراس ونحيه باش ما نكسروش. نقيلو مليح هذيك الزريعه كما شفتوا، نقيها مليح كما راكم تلاحظوا. وايضا من الداخل ثاني راس تاع الفلفل ايضا نقيه، نحيلو كامل هذوك الخيوط وهذيك الزريعه ونشللهم ونعاود نحطهم بجيه. نروح نحضروا الحشو هنا. واش عندنا كميه تاع فيونداشي. انا كنت استعملت يعني هاد الكميه، ولكن الهاتف كان ما سجليش، ما لا عاودت معكم يعني كميه واحده اخرى. عندنا كميه تاع فيونداشي، عندنا كميه تاع رز مفور، هذاك الرز الابيض، ما نستعملوش الرز بسمتي هذاك اللي جاي نص تفوار، نستعملوا الابيض هذاك المدشش. عندنا ايضا كميه تاع الثوم وكميه تاع القزبر. بالنسبة للتوابل عندنا راس الحانوت الأحمر، شوية فلفل الكحل، شوية ملح، شوية كروية، وشوية رند مرحي، وعندنا تابل العصبان الأحمر. طبعا نخلطو كامل مع بعض كما راكم تلاحظون، نعركوهم مليح مليح. ومن بعد واش راح نديرو، نجيبو هذوك الريسان تاع الفلفل كنا شللناهم طبعا ونشفناهم، نعمروهم الداخل بلا ما نملحوهم، لانه لهنا الحمرة ومالح، والمرقة ايضا راح نديروها مالحة. كما راكم تلاحظون نعمرو مليح ونسي ندخل ذاك اللحم كامل حتى لتحت، نطبعو مليح كما راكم تلاحظون. بعد نقلب الراس تاع الفلفل وندور حتى وين نغلق عليه باش ما تخرجلناش ما يخرجلناش اللحم كي نكونوا نقليو فيه. نشدو هنايا مقله نديرو فيها شويه تاع الزيت ونحطو هذوك الريسان تاع الفلفل، نغطيو عليهم ونخليهم يتقلاو. لازم نقليوهم من كامل الجوانب. هنا كي نحسوا بهم نقلاو من جهه نقلبوهم كما راكم تلاحظوا. انا بالنسبه لي نقلبتهم على 3 مرات، نقلاو المره الاولى وهذا قلبتهم على الجانب الثاني، نغطيهم ونفس الشيء نعاود نحل عليهم ونقلبهم حتى وين يكملوا كامل ياخذوا اللون يعني هكذا يكونوا طيبين مقليين عفوا. نقطروهم مليح كما راكم تلاحظوا، نحوهم ونقطروهم. طبعا هذيك الزيت نلوحوها ما تصلح لوالو، نقطروهم ونحطوهم بجهه مليكم، نخلوهم حتى وين يبردوا شويه، يعني ما يبردوش تماما، خاطر كي يبردوا بزاف ما راحش يتنقاو بالسهل. قيس ما نقدروا نمسوهم يكونوا دافيين، نقيوهم كما راكم تلاحظوا غير بالعقل باش ما يتفتتلناش الفلفل لانه راهو مقلي. هاوليكم نقيوه غير بالعقل. كملنا الخطوه هذه، نجوزوا الخطوه الثانيه واللي هي اعداد المرقه. نشدو كوكوط نحطو فيها شويه تاع الزيت ونحطو فيها ملعقه تاع السمن. عندنا 3 طريفات تاع اللحم ولا كما تحبوا على حساب افراد العائله. نقليوهم مليح ومن بعد واش نزيدو حبيبه تاع البصل كنا كرفجناها. عندنا 2 حبيبات صغار تاع طوماطيش ولا حبه. عندنا كميه تاع الثوم تكون كميه مليحه لاباس بها كما راكم تلاحظون. نخلطوا كل شيء مع بعض، نخلوه يتقلى شويه. هاوليكم هنا راح يعني الطبق هذا هو طبق تاع دولمه محشيه في الفلفل او الطرشي، ولكن راح نديروها بذوق العصبان. يعني وشنو هو ذوق العصبان؟ الحرور الكرويه والثوم والقزبر. يعني هنا واش درنا في الفيونداشي نديروه في المرقه، الحرور اللي درناهم في الفيونداشي كامل نديروهم في المرقه. ايضا زريعه القزبر المرحيه يعني نسيتها ما قلتهاش مع الاول. نديرو كل شيء ومن بعد نزيدو قطيره تاع الماء باش ما ينحرقوناش لي زيبيس. نزيدو ديك الكميه تاع القزبر. هنا استعملنا نص ربطه شويه كبيره، 4 تاعها درناه في الخليط تاع اللحم الفيونداشي و4 الاخر درناه هنايا في المرقه. طبعا كيما شفتوا زدت قطيره تاع الماء باش ما ينحرقناش التوابل. ومن بعد واش راح نزيدو هنايا العكري
يعني هنا استعملت العكري اللي خدمناه مع بعض في المنزل، وزدت ايضا كمية تاع العكري البودغ باش تجيني المرقة حمرا مليح. زدنا هنا قطيرة تاع الماء، كنت شللت العلبة تاع العكري، ونزيدو شويه تاع الماء باش ما ينحرقوناش قلنا لي زيبيس، ونخلوهم يتقلاو مليح ويشربوا كامل يعني الحرور مع بعضهم بعض. عندنا هنا كميه تاع الحميصه، هذا واش راح نديروه كم خضره، هذا ما كانوش يلزم. نغلقوا عليها ونخلوها طيب. من بعد ما طيب نجيبوا هذاك الفلفل نستفوه فوق في الطنجره تكون عريضه. وهذوك حبيبات تاع البطاطا ايضا كنت شرطت لي شويه فيون داشي، عمرتهم باللحم وحطيتهم. كما شفتوا الجواز كان طاب، اني حطيته فوق الفلفل ونزيد نشعل عليه ونخليه يغلي مدة 5 حتى 10 دقائق. نزيد نديرله شويه هريسه ومن بعد نطفي عليه. جبت هنايا هاي ليكم في صحن التقديم راس تاع الفلفل، هنا كنت قطعته دي ترونش كما راكم تلاحظوا. حطيت طريف تاع اللحم في الوسط ودرت صاير داير عليه لي غونديل تاع الفلفل بالفيون داشي. وهاي لكم المريقه، شوفوا ما شاء الله خاطره تبان المرقه تاع العصبان. هاوليكم شوفوا شحال طري وصدقوني يذوق والبن تاعو بنين بزاف. ونوجه تحيه لصاحبه الوصفه هذه المرحومه الحاجه غنيه، الف رحمه ونور عليها. نطلب منكم كامل تدعوا لها بالرحمه، وان شاء الله توصلها، وان شاء الله تكون صدقه مقبوله عليها. نخليكم على الصور ونقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.